لو كنت في المدرسة أو حتى في الكلية، لو كنت مهندس أو ديزاينر أو حتى داتا انتري أو كنت جيمر، كلنا محتاجين لكمبيوتر أو لابتوب. ودلوقتي الترند اللي طالع جديد الأيام دي الأجهزة الاستيراد، لأن هي أرخص في السعر وبيكون فيها قيمة مقابل سعر. لكن المشكلة الكبيرة إن أنت بتروح تشتري الجهاز وما بتلاقيش فيه الحاجة اللي أنت عايزها. يعني لو أنت ديزاينر أو جيمر بتجيب الجهاز وبتيجي تشغل ألعاب تقيلة عليه، بتلاقي الجهاز ما بيقومش الألعاب دي أو بيديلك أداء مش كويس. وعشان كده عملت الفيديو ده النهارده عشان خاطر تعرف ازاي تشتري جهازك بناء على احتياجك. اشهر حاجه بنلاقيها دلوقتي اعلانات اللابتوب الاستيراد، يقول لك اقوى جهاز في الالعاب، اقوى جهاز في الجرافيك، جهاز الجرافيك الجبار هيشغل معاك بيس 17 ويشغل ببجي. في الحقيقه هتلاقي الجهاز ده بمعالج ضعيف جدا ولا يصلح للالعاب بتاتا، اخره تشتغل عليه العاب خفيفه بجرافيك ضعيف وجرافيك قليل. لو عايز تعرف ازاي تختار جهازك وازاي تختار المعالج بتاعك وازاي تعرف المعالج ده مخصص لايه والمعالج ده موجه لمين بالظبط، تابع الفيديو للاخر. الفيديو ده هو الجزء الثاني للفيديو اللي فات، ولو انت مش عارف يعني ايه معالج او المعالج بيعمل ايه بالظبط، هسيب لك الفيديو في الاي اللي موجوده فوق دي وفي صندوق الوصف. اول بيانات هنتكلم عليها في المعالج هي البيانات اللي بتكون موجوده على علبه المعالج من بره، اللي بتشترك في اي نوع معالج سواء كان انتل او اي ام دي او اي نوع معالج اخر. اول حاجه بيكون مكتوب عندي بروسيسور، وده اسم البروسيسور او الموديل بتاعه. بعد كده بيكون عندي فيه ثيرمال ديزاين باور، ده الباور اللي المعالج بيشتغل عليه سواء كان 4.5 واط او 9 واط او 15 او 45 او 35 ايا كان. في عندي بعد كده البروسيسور بيز فريكونسي، وده التردد الاساسي للمعالج، وطبعا الرقم ده كل ما بيزيد كل ما كان المعالج افضل. في عندي بعد كده الماكس تيربو فريكونسي او الاكس اف ار في معالجات اي ام دي، وده معناه اللي هو اقصى تردد ممكن المعالج يوصل له، وعشان يشتغل لازم درجه حراره المعالج والطاقه المتوفره تسمح بكده. يعني لو المعالج درجه حرارته عاليه ممكن ما يقدرش يشغل تقنيه التربو بوست. في عندي بعد كده كورز، اللي هي عدد الانويه او الاساسات اللي بتكون موجوده في المعالج، زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، اللي هي عدد المعالجات اللي على نفس الشريحه. وبعد كده عندي ثريدز اللي هي خيوط المعالجه. في المعالجات القديمه للجيل الاول من فئه كور بيكون لكل اساس خيط معالجه واحد، لكن دلوقتي بدايه من الجيل الثالث تقريبا بيكون لكل اساس خيطين معالجه، وفي بعض الاحيان بتوصل لاربع خيوط معالجه، وساعات بتكون 8 او اكتر من كده. لو كان المعالج مدمج فيه معالج رسومي هلاقي مكتوب على العلبه كلمه جرافيكس كونفيجريشن، بيكون مكتوب قصادها اسم المعالج الرسومي اللي مدمج في المعالج ده. وبعد كده بيكون عندي جرافيكس فريكونسي، ده التردد بتاع المعالج الرسومي. عندي بعد كده ميموري، وده نوع الذاكره العشوائيه او الرام اللي بيدعمها المعالج، وبيكون موجود برضو اهم حاجه في المعالج اللي هي سوكت. رقم السوكت لازم اكون عارفه لو انا بجمع الجهاز بنفسي، عشان لما اشتري ماذر بورد اشتري بورده السوكت بتاعها متوافق مع المعالج اللي انا بشتريه. نتكلم بقى عن الجزئيه الثانيه، ودي هعرف منها مواصفات المعالج وامكانياته بناء على اسمه، والاسم بتاع المعالج ممكن اجيبه من الجهاز نفسه من جوه من السوفت وير. هنبدا الاول بمعالجات انتل وبعد كده بمعالجات اي ام دي. اول حاجه عندي كلمه انتل، وده اسم الشركه وبيكون جنبها حرف ار في دايره، ده معناه ان هي علامه مسجله، يعني ما ينفعش اي حد تاني يستخدم الاسم ده او العلامه دي. عندي بعد كده العائله بتاعه المعالج اللي بتعتبر برضو علامه تجاريه مسجله، سواء كانت بنتيوم او كور او اتوم. في معالجات كور بيكون عندي منها كور اي 3 وكور اي 5 وكور اي 7 وكور اي 9. طبعا معالجات كور اي 5 بتتفوق على كور اي 3، وكور اي 7 بتتفوق على كور اي 5، وكور اي 9 بيتفوق على كور اي 7 من نفس جيل المعالج، سواء كان في التردد او في الامكانيات المدمجه في المعالج نفسه. الرقم اللي بعد كده طبعا معظم الناس عارفه دلوقتي ان ده بيمثل جيل المعالج، وان كل ما كان جيل المعالج احدث كل ما كان افضل وامكانياته احسن. وفي الغالب في معالجات الجيل الاول الرقم ده ما بيكونش موجود. الجزئيه اللي بعدها اللي هي عندي 700، ده موديل المعالج من نفس الجيل. يعني عندي مثلا انتل كور اي 7 الجيل السادس في موديل 700، وفي مثلا موديل 920، وفي كذا موديل تاني. الحاجه الوحيده اللي انا هستفيد بيها من الرقم ده ان كل ما الرقم كان اكبر كل ما كان المعالج ده موديل احدث. اما بقى اخر خانه، وللاسف الخانه دي كتير جدا مننا بيبصش عليها، وللاسف الشديد انا كنت واحد من الناس دي. الخانه الاخيره لو كان فيها حرف اتش، ده بيرمز لان المعالج ده معالج مدمج فيه رسوميات عاليه عشان يشغل الالعاب وبرامج الجرافيك. اما لو كان اتش كي فهو معالج مدمج فيه رسوميات برضو ادائها عالي لكن فيه سرعه مطلقه ومدمج في المعالج 4 انويه. ولو كان اتش كيو فالمعالج ده مدمج فيه معالج رسومي عالي الاداء وب4 انويه لكن مش بسرعه مطلقه. اما لو كان في الخانه دي حرف ام فده معناه ان المعالج ده معالج عادي جدا الاستخدام الاساسي، لكنه بيحتوي على بعض التحسينات عن المعالجات الضعيفه جدا. اما لو في الخانه دي كان حرف الان
فده معناه انه معالج موجه لحد مبتدئ اول مره يشتري جهاز لابتوب عشان خاطر ياخد التجربه مش اكتر. لو الخانه دي كان فيها حرف اليو فده معناه ان المعالج ده بيشتغل بطاقه قليله ومعنى كده عمر اطول في البطاريه. اما لو كانت في الخانه دي حرف الواي فده معناه ان هو بيستخدم طاقه قليله جدا اقل من حرف اليو، وبنسبه 90% من الاجهزه اللي بتحتوي على معالجات من فئه واي ما بيكونش فيها مروحه تبريد، لان المعالج اصلا بيشتغل على 4.5 واط بس. لكن معالجات حرف اليو وحرف الواي ما بقتش موجوده بدايه من الجيل العاشر، وفي الجيل العاشر استبدلوها بجي 1 وجي 4 وجي 7. والجي 1 والجي 4 والجي 7 معناه ان في معالج رسومي متميز مدمج في المعالج ده، وبدايه من الجيل ال 11 ما عادش فيه معالجات من فئه جي 1، بقت جي 4 وجي 7 بس. وبرضه هنا كل ما الرقم اللي بعد حرف الجي كان اكبر كل ما كان المعالج الرسومي المدمج في المعالج ده كان اقوى وافضل. نتكلم بقى عن معالجات الاجهزه المكتبيه. لو كانت في الخانه دي حرف الكي ده معناه ان هو معالج بيشتغل بتردد عالي وبسرعه عاليه للالعاب اللي بتحتاج اداء عالي شويه. عندي بعد كده حرف الاس وده معناه ان هو معالج محسن للاستخدام العادي، وفي الغالب حرف الاس مش بيتكتب، لكن معظم المعالجات العاديه بتكون من فئه حرف الاس. عندي بعد كده معالجات حرف التي وده بيكون معالج مخصص لتوفير استخدام الكهرباء. عندي بعد كده اخر حاجه حرف الاكس، دي بتكون معالجات اكستريم اديشن مخصصه للاجهزه العاليه جدا في الاداء، ودي بتكون موجهه للجيمرز والديزاينر اللي بيحتاجوا اداء معالج ومعالج رسومي عالي جدا. نتكلم بقى على معالجات اي ام دي. عندي اول حاجه اسم الشركه اللي هي العلامه المسجله اي ام دي. بعد كده عندي رايزن او اي او اي او ايا كان العائله اللي بينتمي ليها المعالج. اخلي بالي كويس ان اول رقم بعد كده ما بيعبرش عن جيل المعالج زي معالجات انتل. الرقم ده لو كان 7 فهو معناه انساسياست بروسمر، وده بيكون معالج اداؤه عالي للناس اللي استخدامها تقيل. بعد كده الرقم ده لو كان 5 فده معناه هاي بيرفورمانس. هاي بيرفورمانس يعني اداء عالي، وده بيكون معالجات ادائها محترم جدا لكنها اقل من رقم 7. بعد كده عندي الرقم ده لو كان 3 فده معناه مين ستريم اللي هو الاستخدام الاساسي. اول رقم بعد كده بيرمز للجيل. بعد الجيل عندي رقم برضه بيرمز لمستوى الاداء. 7 و8 بيكون انساسيست، 4 و5 و6 هاي بيرفورمانس. اما لو كان تي بي اي ده معالج مين ستريم. الرقمين اللي بعد كده ده رقم موديل المعالج، وزي ما شرحنا في معالجات انتل كل ما الرقم ده بيزيد معناه ان هو موديل احدث. نتكلم بقى عن الحرف الاخير. هنبدا هنا بالعكس. اول حاجه نتكلم عن المعالجات الاجهزه المكتبيه، وبعد كده هنتكلم على معالجات الاجهزه المحموله. حرف الاكس هنا معناه ان هو معالج عالي الاداء ومدمج فيه خاصيه الاكس اف ار اللي هي بتوازي التربو بوست في معالجات انتل. اما لو كان هنا نجمتين فده معالج ستاندرد اللي هو الاستخدام الاساسي على الجهاز. ولو كان حرف الجي فمعنى كده ان المعالج ده مدمج فيه معالج رسومي راديون ار اكس. ولو كان حرف التي فده معالج بيستخدم كهرباء اقل عشان يوفر في الاستخدام. ولو كان حرف الاس فبرضه معالج موفر في الكهرباء ولكنه مدمج فيه معالج رسومي. نخش بقى على الاجهزه المحموله، وهنا الموضوع اسهل شويه من انتل. لو كان حرف الاتش فهو هاي بيرفورمانس يعني اداء عالي. ولو كان حرف اليو فهو معالج ستاندرد للاستخدام الاساسي. ولو كان حرف الام فهو معالج لتوفير استخدام الطاقه. قبل ما تشتري اي معالج بص على البيانات دي كويس. اللي بيميز معالجات اي ام دي عن معالجات انتل ان هي بتنزل معالج بنفس الاداء تقريبا لكن بنص السعر. اما معالجات انتل بتوفر مميزات وخصائص اكبر لكن بضعف سعر معالجات اي ام دي، وانا عن نفسي بفضل معالجات انتل عن معالجات اي ام دي. في اخر الفيديو اتمنى تكون استفدت معايا وعرفت ايه المعالج اللي انت محتاج له، وبناء عليه هتعرف ازاي تختار الجهاز بتاعك من غير ما حد يشتغلك. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشترك في القناه عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، عشان بقيه الناس التانيه محدش هيشتغلهم زي ما انت محدش هيشتغلك دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.